اوعى فرحتك بالصناعات العسكريه اللي انت شفتها دي تنسيك ان مصر بعد كام شهر هتصنع بنفسها المترو والقطارات، ده غير الموبايلات الفلاج شيب بتاعت سامسونج اللي انت خلاص بقيت بتصنعها عندك، ده غير المواني والبنيه التحتيه. يعني مصر شغاله على كل حاجه بالتوازي، مش بس قطاع الجيش، ده كل حاجه في البلد شغاله في نفس الوقت. بنسابق الزمن ليه؟ لان احنا متاخرين. ليه متاخرين؟ لان اللي هناك دول مش هيسيبوك في حالك، هو مفكر ان هم هيسيبوك تكبر، وانت مفكر اللي بيحصل حواليك ده محاوله ان هم يعطلوك، ده صدفه. هم عارفين انك لو قمت وقفت على رجليك كده زي الدقه ده هينيمهم، مش هينيمهم، هيفضلوا صاحيين. مش هيناموا ليه؟ الصحف الاسرائيليه كلها عماله تتكلم على الموضوع ده، حتى النت بنفسه طلع قال لك الشرق الاوسط بيتجهز لحدث ضخم، يطلب من الرئيس الاسرائيلي ان هو يديله عفو عن القضايا اللي عنده عشان يتفرغ للحدث الكبير اللي هيحصل في الشرق الاوسط. الجماعه دول مش هيسيبوك تكبر، لانك لو كبرت انت اكبر خطر بيهددهم. الجيش المصري بالنسبه لهم هو اخطر جيش موجود في المنطقه. ليه؟ لان العقيده اللي مبني عليها الجيش المصري عقيده سليمه، مش عقيده ميليشيات زي اللي هم بيحاربوها. الجيش المصري بيشتغل عشان دين، وطن، كرامه، تاريخ، والاهم من كل ده بيشتغل عشان الهويه المصريه اللي هم سلبوها من كل الدول. لكن عندك انت